مرحبا، معكم ميا سرغيني وحلقة أخرى من سلسلة الاستماع والنطق. بالنسبة لأول مرة سيقع على هذه القناة، هنا نتعلم اللغة الإيطالية بطريقة عملية وممتعة تماما كما يتحدثها أبناء البلد في حياتهم العادية واليومية، وذلك عن طريق الاستماع لكليبات من أفلام وأفلام رسوم متحركة. أوكي، فلنبدأ ولنستمع إلى المشهد الأول. Non ho nessuna voglia di cenare. 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 ومعنى هذه الجملة هو ليس لدي أي رغبة في أن أتناول وجبة العشاء. non نستعملها كأداة نفي. أو هو فعل وأصله avere، وهنا مصرف في ضمير أنا، وينطق أو وليس هو. الحرف الأول لا ينطق، يكتب ولا ينطق، يسمونه بالإيطالية أكا، ومقابله في العربية هو حرف الهاء، وهو أحد الأفعال الأساسية والأكثر استخداما في اللغة الإيطالية. غادي نكمل شرح الجملة وسأعود إلى شرح هذا الفعل. nessuna voglia di. nessuna أو nessuno. nessuno في المفرد المذكر أو nessuna في المفرد المؤنث عندها بزاف ديال المعاني على حسب سياقها في الجملة، فيمكن لها تعني لا شيء، لا أحد، بأي أو بأية كما في الجملة اللي شفناها في المشهد. فوليا تعني رغبة. فوليا دي رغبة في. cenare هو فعل يعني تعشى أو تناول وجبة العشاء. لا cena هي وجبة العشاء وفعلها هو cenare. مثلا وجبة الغداء هي il pranzo. il pranzo وفعلها هو pranzare. وجبة الإفطار هي colazione وفعلها هو fare colazione. وفي هذا السياق غادي نديرو واحد التمرين، غادي ناخدو أساس الجملة اللي هو non ho nessuna voglia di، ليس لدي أي رغبة في، ونبنيو عليه جملة أخرى. مثلا عوض cenare غادي نقولو pranzare، فنقول non ho nessuna voglia di cenare. اسمحوا لي، معذرة، بغيت نقول برانزاري. بالنسبة لوجبة الإفطار غادي نقولو non ho nessuna voglia di fare colazione. non ho nessuna voglia di fare colazione. ليس لدي أي رغبة في تناول وجبة الإفطار أو في الإفطار. وأساس الجملة اللي هو non ho nessuna voglia di، ليس لدي رغبة في، نقدروا نبنيو عليه جمل أخرى. non ho nessuna voglia di vederti. non ho nessuna voglia di vederti. ليس لدي أي رغبة في رؤيتك. non ho nessuna voglia di stare qui adesso. ليس لدي أي رغبة في البقاء هنا الآن. وفي هذا الأساس ديال هذه الجملة نقدروا نستعملوا رغبة كما يمكننا استعمال مفردات أخرى. نعطيكم مثال آخر. non hanno nessuna voglia, intenzione, necessità di cedere il Milan. non hanno nessuna voglia, intenzione, necessità di cedere il Milan. ليس لديهم
أي رغبة، نية أو حاجة ضرورة في بيع نادي ميلانو. كما لاحظنا هنايا في هذا المثال الأخير استعملنا بالإضافة إلى رغبة استعملنا intenzione اللي هي نية، واستعملنا كذلك عبارة necessità ضرورة أو حاجة. أوكي؟ الآن سأقف على الفعل avere. قلنا أن هذا الفعل هو أحد الأفعال الأساسية والأكثر استخداما في اللغة الإيطالية. علاش؟ لأنه يلعب دورا مهما في بناء الجمل وأيضا في تكوين الأزمنة، بمعنى أنه يستعمل كفعل مساعد في بناء الماضي القريب. يعني إلا بغينا نتحدثوا في الماضي لازم ما تنحتاجوا لهذا الفعل ديال avere. في الحقيقة في هذا الفيديو هذا لن يسعني الوقت أن أتطرق لجميع جوانب هذا الفعل، لذلك أنا خصصت حلقة كاملة أو فيديو كامل سنرى فيه جميع جوانب هذا الفعل ونحلل تصريفاته ومعانيه ووظائفه المختلفة، وسنكتشف كيف يمكن استخدامه في تشكيل أزمنة مركبة كالماضي القريب. والرابط غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. أنصح كثيرا بالرجوع للرابط ومشاهدة الحلقة، لأن دراسة هذا الفعل أمر ضروري لا مفر منه، وأنا قدمت فيها شرح كامل وفي نفس الوقت بسيط مع أمثلة لكل وظيفة من وظائفه. أما في هذه الحلقة سنتناول في الشرح فقط وظيفتين. الأولى هو كيف نستعمل هذا الفعل كتعبير عن الامتلاك والحيازة، بمعنى possedere، امتلك يمتلك. وثانيا استعماله كتعبير عن الشعور، بمعنى sentire، شعر يشعر. الاستعمال الأول لهذا الفعل هو الحيازة أو الامتلاك، وكالعادة غادي نستعملوا أمثلة باش نتمكنوا من الفهم. Io ho una macchina. Io ho una macchina. Io ho una macchina. أنا لدي سيارة. ويمكننا نقول أيضا أنا أمتلك سيارة. Lui أو lei ha una bicicletta. هو لديه دراجة أو هي لديها دراجة. بيتشيكليتا دراجة. بالنسبة للبيتشيكليتا الإيطاليين يختصرون ويقولون بيتشي. Noi abbiamo tanti amici. Noi abbiamo tanti amici. نحن لدينا أصدقاء كثر. Voi avete tante amiche. Voi avete tante amiche. أنتما لديكما صديقات كثيرات، أو أنتم لديكم صديقات كثيرات. Voi هو جمع مخاطب، نستعمله لنقول أنتما وكذلك بالنسبة لأنتم، لأن في الإيطالية لا يوجد جمع مثنى كما هو الحال في العربية، هناك فقط المفرد والجمع. إذن voi تدل على جمع المخاطب سواء كانوا شخصين أو ما فوق. نكمل الأمثلة. Loro hanno una bella casa. Loro hanno una bella casa. هم لديهم بيتا جميلا، أو هن لديهن بيتا جميلا. Loro هو ضمير يستعمل للجمع المؤنث وكذلك للجمع المذكر، لا يوجد فرق بين هم وهن. كما لاحظتوا أن جميع هذه الأمثلة تعبر عن الامتلاك والحيازة، واستعملنا فيها فعل avere. وأنا تأملت نعطيكم الأمثلة باستخدام جميع الضمائر لأريكم تصريف هذا الفعل في الحاضر وفي جميع
الضمائر. أوكي، الآن سنمر للوظيفة الثانية لهذا الفعل، وفي هذه الوظيفة يستخدم للتعبير عن الشعور، بمعنى sentire، شعر يشعر أو لديه إحساس ب. مثلا ho mal di pancia، أشعر بألم في بطني. ho mal di testa، لدي صداع في رأسي. tu hai caldo أو freddo، أنت تشعر بالحر أو بالبرد. أحمد ha sete، أحمد ha sete، أحمد يشعر بالعطش أو به عطش أو عطشان. noi abbiamo sonno، نحن نشعر بالنعاس. voi avete paura، voi avete paura. أنتما تشعران بالخوف أو أنتم تشعرون بالخوف. loro hanno sempre fame، loro hanno sempre fame، هم يشعرون دائما بالجوع أو هن يشعرن دائما بالجوع. إذن كما لاحظتوا كل هذه الجمل تعبر عن الشعور. أعيد، في هذا الفيديو تعرفنا على وظيفتين لهذا الفعل. الأولى استخدامه للتعبير عن الامتلاك والحيازة، والوظيفة الثانية استخدامه للتعبير عن الإحساس أو الشعور. وكما سبق الذكر، الذين يريدون التعرف على جميع وظائف هذا الفعل الرابط موجود في صندوق الوصف. نعود نستمع الكليب ومن ثم نمر إلى مشهد آخر، وحنا تنسمعوا نركزوا مزيان. Non ho nessuna voglia di cenare. Non ho nessuna voglia di cenare. Non ho nessuna voglia di cenare. Dimmi che cos'hai che io non ho. 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 Dimmi che cosa hai che io non ho. Dimmi che cosa hai che io non ho. dimmi che cosa hai che io non ho. في هذا المشهد عندنا امرأة تتألم لأن رجل فضل عليها امرأة أخرى، فتسألها وتقول dimmi che cosa hai che io non ho. قولي لي شنو عندك انتيا وأنا ما عنديش. قولي لي شنو عندك انتيا وأنا ما عنديش. قولي لي ما الذي لديك أنت وأنا ليس لدي. ونقدروا نعطيوها معنى آخر ونقولوا ما الذي تملكه أنت وأنا لا أملكه. أوكي، والمخاطب هنا يمكن له يكون ذكر أو أنثى. allora dimmi تعني قولي لي أو قل لي. che cosa تعني ماذا، وسبق لي وشرحتها بالتدقيق في الحلقة الأولى ديال هذه السلسلة. اللي بغى يرجع ليها الرابط الحلقة كاين في صندوق الوصف. كيف ما لاحظتوا في هذا المقطع أنا تأملت أنني نجيب لكم جملة تحتوي على فعل avere لكي نتمرن أكثر على هذا الفعل. وفي هذه الجملة استخدم ليعبر عن الامتلاك أو الحيازة. أوكي، الآن سنمر إلى مشهد آخر وتعبير آخر، وإحنا تنسمعوا نركزوا مزيان. Ho paura che potremmo romperlo. 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 غادي نحاول نترجمها لكم بالعربية. أخشى أنه يمكننا إتلافه أو كسره أو تعطيله. باللهجة المغربية أنا خايف أو خايفة أننا نقدروا نخسره، يعني ما نعرفوش نستعملوه ونخسروه. كيف ما تلاحظوا أنا جبت لكم هذه الجملة تحتوي على فعل avere كتعبير عن الشعور. كيف ما تشوفوا الجملة تتبدأ ب o paura. o paura
لدي تخوف أو أخشى. Ho paura che potremo romperlo. هذه الجملة تحتوي على فعل آخر اللي هو rompere، وهذا الفعل يستعمل بكثرة لأن الإيطاليين يعطيوه بزاف ديال المعاني. لذلك أنا غادي نحاول في هذا الفيديو نشرح تقريبا جميع المعاني ديالو، وكيف العادة مع إعطاء أمثلة. المعنى العام أو اللغوي لهذا الفعل رومبري هو كسر أو تكسر، بمعنى حطم أو تحطم. وعنده معنى آخر هو تعطل، يعني وقع به عطب فتعطل. وهذا هو المعنى الذي جاء في المشهد. فهنا نتحدث عن جهاز كمبيوتر، فهو قابل للكسر بمعنى يقع أرضا فيحطم، وأيضا هو قابل أن يقع به عطب فيتعطل أو يتلف. وفي هذا السياق نعطي مثل آخر: Si è rotta la lavatrice, ora mi tocca lavare tutto il bucato a mano. لقد تعطلت الغسالة وأنا الآن مضطر أو مضطرة أن أغسل كل الغسيل يدويا. بالمغربية تنقولوا الماكينة ديال التصبين تخسرات، ودابا أنا مضطرة نصبن التصبين كله بيديا، أو يمكننا نقولوا نشلل التصبين كله بيديا. بالإيطالية تنقولوا risciacquare tutto il bucato a mano. فتنقولوا بالإيطالية si è rotta la lavatrice, ora mi tocca risciacquare tutto il bucato a mano. تعطلت الغسالة والآن أنا مضطرة أن أشفط كل الغسيل يدويا. فعل rompere بمعنى كسر أو تكسر يمكننا استعماله كإشارة إلى كسر أعضاء الجسم، مثلا ساق أو ذراع. فنقول Mi sono rotto la gamba, mi sono rotto la gamba, mi sono rotto la gamba, mi sono rotto la gamba. Mi sono rotto la gamba, mi sono rotto la gamba, mi sono rotto la gamba. لقد كسرت ساقي. وفي اللغة العامية فعل rompere يمكن أن يأخذ معنى ضرب، picchiare، ضرب. Se ti prendo ti rompo، se ti prendo ti rompo، se ti prendo ti rompo. إلا شديتك غادي نهرسك. se ti prendo ti rompo، أو se ti prendo ti rompo il muso، se ti prendo ti rompo il muso. يعني هاد العبارة ديال رومبر الموزو a qualcuno تستعملوها بزاف، وما تتعنيش بأنه غيهرس له وجهه بصح، ولكن هما تيهضروا بحال هكا. إلا كان شي حد طالع له الدم تيقول لك تي سباكو الموزو أو تي رومبو الموزو، يعني إلا شديتك غادي نهرس لك كمارتك. بالمغربية تجي لاصقة، لأن المقابل ديالها بالمغربية هو هذا: إلا شديتك غنهرس لك كمارتك. الموزو هو الوجه، والوجه بالإيطالية يسميوه فيزو، ولكن إلا واحد طلعتي له الدم وبغى يقلل منك تيقول لك كمارتك، ما تيقول لكش وجهك. اوكي. والموزو يطلق على وجه الحيوان اللي عنده الفورما ابونتيتا، يعني مسلقمه كما تنقولوا حنا بالمغربيه. مثلا وجه الكلب ما تعيطولوش وجه، تعيطولو موزو، وكذلك جميع الحيوانات. ودائما في اللغة العامية هذا الفعل يمكن له ياخذ معنى أزعج، يعني إزعاج شخص ما بالإصرار عليه، أو بأصوات مزعجة، أو بمعنى تهرس له راسه بالمشاكل. وفي هذا السياق الإيطاليين يستعملون دائما هذا التعبير العامي: smettila di rompere، smettila di rompere، يعني بركة ما تهرس لي راسي، بركة ما تفرع لي راسي. اللغة العربية
يكفي توقف عن فعل ذلك. لا تزعجني. زميتلا تعني يكفي توقف عن فعل ذلك. وهاد العبارة ديال زميتلا رايجة بزاف، يا إما تيقولوا زميتلا أو باستا. أوكي، وتيستعملوها في بزاف ديال السياقات. يعني حتى مع الابن ديالك إلا كان تيدير الصداع بزاف تنقولوا له زميتلا باستا. زميتلا يعني توقف عن ذلك. ويمكن لك تقول فقط نون رومبيري. شي حد يصدع لك راسك بزاف، صافي يعيق عليك بزاف، تقول له نون رومبيري يعني لا تزعجني. وهناك معنى مجازي آخر لهذا الفعل وهو قطع علاقة. رومبيري يعني قطع علاقة أو فسخ علاقة. تقدر تكون خطوبة، تقدر تكون صداقة، أو بمعنى عام قطع العلاقات. فنقول rompere con qualcuno vuol dire قطعتي العلاقة ديالك معه. ويمكننا نستعملوها بمعنى فسخ عهد أو التزام أو هدنة. فتنقول rompere un accordo يعني فسخ اتفاق أو صفقة. وتنقول مثلا rompere una tregua يعني فسخ هدنة. la tregua هي الهدنة. مثلا rompere l'accordo del cessato del fuoco. rompere l'accordo del cessato del fuoco فسخ اتفاق وقف إطلاق النار. il cessato del fuoco هو وقف إطلاق النار. بهذه الأمثلة غادي ننهيو هذه الحلقة. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا بزاف، ونتمنى أنكم تدعموا القناة عن طريق تسجيل في القناة. نتمنى أنكم تفاعلوا معنا عن طريق التعليقات والأسئلة واللايكات، لأن هذه الطريقة غادي تساعدوني باش ندعموا القناة وباش نقدم لكم المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى الحلقة القادمة مع فيديو جديد وجمل وعبارات جديدة. وما نساوش شعارنا دائما تعلم اللغة ليست مسألة ذكاء، بل هي مسألة ممارسة، تمرين وتكرار. تشاو.